هو انا ينفع اخد حلويات في الدايت؟ طبعا ينفع اخد حلويات في الدايت، زي ما احنا متفقين. لو ماشيين على نظام 80% 20%، 80% اكل صحي و20% غير اكل غير صحي، برضو هنخس كل الدنيا هتتظبط. انما ان انا احرم نفسي، لا، هرجع تاني بنها. انا ممكن اكل حلويات، ممكن اخد قطعه قد نص كف الايد كده بدون اصابع، بدون حته قد كده يعني، بعد وجبه كامله. اهم حاجه ما اخدهاش الصبح او ما اخدهاش على معده فاضيه، عشان ما ترفعليش سكر الدم وتجيب لي هبوط وارجع ابقى جعان بعدها. اخدها بعد وجبه كامله من مرتين، من مره لمرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده، عشان خاطر ما تبانش طعم الحلويات برضو وما تبوظليش الدايت وتاثر على صحتي. مره لمرتين في الاسبوع بس كده هتاخديها والدنيا تمام، ومش هتاثر على وزنك ولا اي حاجه. انما بقى لو فتحناها الدنيا راحه جايه ناخد كتير، لا، مش هينفع خالص. اشرب ميه قد ايه؟ ناس كتير قوي بتسالني اشرب ميه قد ايه. الميه لاحتياج جسمي، لو انا شخص سليم ما بيعانيش من اي مشاكل في الكلى او في الكبد او في القلب، الغده، او المشاكل اللي بتعمل احتباس سوائل للجسم، لازم بضرب وزني في 30 سنتي او 30 مللي. يعني لو انا وزني 80 كيلو هضربه في 30، يبقى كام كده؟ 2400 مللي، يعني 2 لتر و400 مللي، 2 لتر ونص بالتقريب كده. بس طبعا لو انا ما عنديش اي مشاكل في الكلى او في الكبد، او مثلا ما ينفعش يبقى مريض كلى او كبد وعنده استسقاء ويشرب الكميه دي، لا، بيرجع للطبيب بتاعه هو اللي بيحدد له كميه الميه اللي هو محتاجها. انما لو انا شخص سليم مفيش اي حاجه، لا، لازم نشرب. وطبعا في الجو الحر اللي احنا فيه دوت، عشان خاطر الجفاف وبشرتنا، لازم نشرب كميه كويسه من من الميه، وناخد احتياجاتنا كلها. وطبعا العصير، ولو بشرب اي مشروب سخن، ده بيبقى داخل حساب الميه. وما كترش من الحاجات الدايوريتكس اللي زي مثلا الكافيين الكتير بيخليني ادخل الحمام كتير، وبيسحب الميه اللي في جسمي وبيدخلني في جفاف، مش بيبقى الطف حاجه، لان الجو بيبقى حر جدا، وعايزين طول الوقت يكون فيه هايدريشن، وجلدي مترطب وجسمي وشعري، فحاول احافظ على القدر اللي انا محتاجه، وبس كده. هيحصل لو بدأت يومي بنشويات. لو بدأت يومي بنشويات، جودة يومي عامة وإنتاجيته مش هتكون أفضل حاجة. ليه؟ لأن النشويات البسيطة هتديني باور. أنا قصدي هنا النشويات البسيطة مش المعقدة، هتديني باور في بداية اليوم. وهيحصل إيه بقى؟ الأنسولين بتاعي هيرفع مرة واحدة وينزل مرة واحدة، وهجوع قبل ميعاد السناك بتاعي، والدايت هيبوظ، واليوم بتاعي كله هيبوظ، وهتبقى قدرتي على التركيز اثناء اليوم صعبه جدا لان انا جعان. انما لو حطيت بدات يومي بروتين ونشوي سوري بروتين ودهون صحيه، لا، هفضل شبعان لحد ميعاد السناك بتاعي، واليوم بتاعي هيبقى مظبوط. لو بدات اليوم مظبوط هبقى متشجعه وهكمل اليوم. انما لو بدات اليوم غلط هجوع بعديها على طول، وبعد كده اليوم بقى هقول ما انا بوظت، واليوم كله هيروح. عشان كده المامز اللي بتعمل لانش بوكس وتحط فيه كب كيك، ليه يا جماعه بنحط فيه كب كيك؟ هو رايح عيد ميلاد؟ ان الكب كيك ده حاجه مش صحيه خالص، الا لو هعمله بطريقه صحيه وبدقيق شوفان، يبقى مره من مرتين الاسبوع، عشان ما اعودش اولادي ان كل يوم فيه حلوى. اول حاجه. انما ان انا احط له مضادات اكسده، احط له فواكه وخضروات في اللانش بوكس، دي حاجه كويسه جدا. الناس اللي بتحط توست كتير وعيش فينو كتير، برضو دي حاجه مش الطف حاجه او مش كويسه خالص. لازم نقرا النيوتريشن فاكتس بتاعت اي حاجه بنديها لاولادنا. الناس اللي بتعمل سندوتشات نوتيلا وان هيلثي لانش بوكس، انت مش بتاذي غير نفسك. مستعجله فبحط لابني اي حاجه بمواد حافظه، بعد كده هتقعد تلف على الدكاتره، وما عندكيش وقت تعملي لانش بوكس صحي دلوقتي، بس هيبقى بعد كده لازم يبقى عندك وقت تقعدي بيه في عياده الدكتور عشان هو تعبان. فنحاول من وهو صغير نزرع فيه الاكل الصحي. لو انا زرعت فيه الاكل الصحي واني معودتوش على طعم السكر، لما يكبر هيفضل حياته كلها. الاول كام سنه دول هم اساس اي حاجه، يعني اول كام سنه بعلم فيهم الطفل زي ما بعلمه الحاجات الكويسه والصفات والعادات الكويسه، برضو لو علمته ياكل صح هيفضل مكمل طول عمره، هيفضل طول عمره. زي في ناس كده تقول بحبش السكر، ما بحبش طعم السكر، هيفضل طول عمره ماشي كويس. انما لو جيت بوظت الدنيا من اولها ورديه وشيبسيهات وبسكوتات وي 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 وي، هيفضل طول عمره كده، طول عمره صحته مش هتفضل احسن حاجه. متنسوش تعملوا سبسكرايب. لو عندكم اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتس وهرد عليكم ان شاء الله.